فاكرين التعليق اللي قال الميزانية دي تكفي يومين بس من الشهر؟ طب النهاردة انا جاية اقول لكم تعالوا نشوف مع بعض ميزانية الفراخ للشهر هتعمل معانا ايه. انا مش بقول ان الفراخ دي لوحدها هنقعد ناكل منها كل يوم طول الشهر، لا طبعا ما فيش الكلام ده. الشهر عندي متقسم، وفي كبدة وفي سجق وفي لحوم، وفي كمان ايام بنعمل فيها اكلات اقتصادية. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشوف جبنا مع بعض ايه النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم جديد وفيديو جديد، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. ولو انت بقى من اخواتي وحبايبي اللي موجودين عندي دايما، مش هوصيكم بالتعليقات القمر اللي انتوا بتسيبوها لي. ويلا بينا نشوف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه. طبعا اول حاجه كده، انا جبت النهارده كده زي ما انتوا شايفين، جبت وراك وجبت اجنحه وجبت كمان دبابيس. وطبعا علشان ما حدش يجي يكلمني ويقول لي ازاي الفراخ دي هتقعد معاكي طول الشهر. يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان دي جزء من مشتريات الشهر يعتبر، يعني دي الفراخ اللي انا هجيبها بس في الشهر ده. لكن طبعا بقية الشهر في اكلات كتير متنوعة، احنا مش هنقعد كل يوم ناكل فراخ. والكمية دي في الغالب ممكن تكفيني طول الشهر يعني. وكمان بتختلف حسب الأكلة والعدد وطريقة التسوية. وباقي الشهر بقى بنكمله بأنواع اللحوم والأكلات اللي بنعملها. فاهمين قصدي ايه؟ يعني الفكرة مش انك تشتري كمية فراخ ضخمة ونقول دي هتكفينا الشهر، الفكرة انك توزعي ميزانيتك على الشهر كله، وتنوعي في الأكل وتستغلي كل حاجة على قد احتياج البيت. وبعدين استنوا بقى لما اوزع الفراخ دي وهقولكم هنطلع، يعني هنطلع منها كام وجبة، وساعتها نحكم فعلا هتكفي يومين ولا ممكن تكمل معانا الشهر. فتابعوا بقى معايا الفيديو للنهاية، وبإذن الله المشتريات النهاردة هتعجبكم. وكمان هننضف بقى كده مع بعض الفراخ ونقسمها ونشوف هنعمل منها أكلات ايه بإذن الله. فبصوا بقى، أول حاجة كده أنا جبتها زي ما انتوا شايفين كده الوراك. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، قصدي الاجنحه. عايزه اقول لكم كمان على حاجه، انا الاسعار اللي عندي بتختلف من منطقه لمنطقه. يعني انا في منطقه شعبيه، انا ساكنه في المرج الجديده، فطبعا دي منطقه شعبيه بتختلف عن ما تكوني مثلا ساكنه في التجمع، في الرحاب، في مدينه نصر. بصوا كل مكان بيختلف عن التاني حرفيا يعني. مفيش مكان بيكون نفس سعر المكان التاني. والنبي حتى لو يعني حتى لو منطقة شعبية تانية، والله بتختلف الأسعار من هنا لهنا. فكل واحد بيمشي حسب المكان اللي هو فيه. فدي برضو نقطة عايزة اوضحها لكم علشان الدخلة تقولي لا دي تكفي يومين بس. وبعدين يعني انا مثلا كنت عارضة في الميزانية اللي فاتت كيلو لوبيا واتنين كيلو مكرونة وكيلو رز بسمتي، يعني احنا اكيد بناكل رز بلدي برضو. فمعنى كده ان انا هاكل كل الحاجات دي في يومين؟ ده كلام يعقل؟ دي النقطة اللي كنت عايزة اوضحها معاكم. الميزانية كانت مليانة كذا حاجة. يعني مثلا عندكم مثلا كيلو زيت وكيلو سمنة، وانا اصلا قلت لكم اللي انا عندي، معنى كده ان السمنة والزيت دول هيخلصوا في يومين؟ بصوا كلام بجد ما يخشش العقل. وانا ما حبيتش امسح تعليقها وازعلها مني، وسبت التعليق ورديت عليها بكل ادب. وبرضه قلت لازم ارد عليها في الفيديو اللي بعده. اتمنى تكون سامعاني وفهمت اقصد ايه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا اقول لكم جبت 7 كيلو ونص فراخ ب 390 جنيه. الناس هتقول لي ازاي؟ يا جماعه انا بجيب الفراخ من المجزر، واسعار المجزر عندنا ارخص من اسعار المحلات. فطبعا السعر ممكن يختلف من منطقه للتانية زي ما قلت لكم. انا بقول لكم السعر اللي انا دفعته فعلا، مش سعر انا بفرضه على حد يعني. طبعا انت هتجيبي الكميه اللي انت تحتاجيها وبالسعر اللي انت محتاجاه من اي مكان. احنا عندنا هنا عايزاكم يعني في المحلات بتبقى ضعف المجزر، حرفيا ضعف المجزر. يعني مثلا لو الأجنحة في المجزر ب35، عندنا هنا بتتباع ب70 جنيه على فكرة، ومحلات جنب البيت. المجزر ده مكان بعيد عني شوية، بنركب له توك توك بس أرخص من المحلات. فكنت عايزه اوضح لكم النقطه دي. انا عارفه كتير قوي هيقول لي ازاي جبتي كل ده ب 390 جنيه؟ طب انا اعمل لكم ايه؟ طيب اكدب عليكم؟ انزل اسال هنا في المحلات بكام واقول لكم اسعار المحلات عندي؟ انا بقول لكم اسعار المجزر، لما بكون جايبه من محل برضو بعرفكم الاسعار في المحلات عندنا عامله ازاي. وطبعا دوت هتشوفوه بقى في الفيديوهات اللي فاتت. انا كان عندي كذا فيديو فات جايبه فيه فراخ ووراك والحاجات دي كلها بالاسعار الطبيعيه بتاعه الاماكن الشعبيه، وبرضو كنتوا بتنتقدوني في الموضوع ده. طب اعمل لكم ايه؟ انا بقول لكم الصراحه، انتوا عايزين اكدب عليكم ولا اعمل ايه؟ مش عارفه.
فبصراحة مش عارفة اقول لكم ايه، بس انا هقول لكم برضو الاسعار اللي انا جبت بيها. وطبعا كل واحد على حسب ميزانيته بقى وعلى حسب الفلوس اللي معاه. انتي ممكن تجيبي ان شاء الله تجيبي 10 كيلو ولا 20 كيلو فراخ للشهر كله. ده على حسب امكانياتك انتي، وعلى حسب كمان عدد اسرتك واكلتكم عاملة ازاي. يعني مثلا في شخص ممكن ياكل نص الورك، وفي شخص ممكن يكمل وركه للنهاية. فمعنى كده ده اكلته زي ده، دول ميزانيتهم زي دول. في اطفال انا عايزه اقول لكم ملك ولوسين ده يعني ما بيكملوش حرفيا الدبوس، فعلا ما بيكملوهوش. مش مايلين للفراخ قوي كمان. فمعنى كده اللي انا لازم امشي زي حد مثلا عنده طفل بياكل الوركه كامل؟ لا طبعا، كل واحد عارف امكانياته، عارف اسرته قد ايه، عارف ميزانيته قد ايه. مش كلنا مصروفنا زي بعض طبعا. فبصوا انا عايزه اقول لكم اني انا طبعا مش هسيب الفراخ دي كلها قدامي واقول خلاص كده. لا، انا طبعا هقسمها على اكياس ووجبات، وده بيساعدني جدا ان اعرف انا عندي ايه في الفريزر، وايه اللي اتاكل وايه اللي لسه موجود. لان اكتر حاجه بتبوظ الميزانيه ان الواحد يشتري حاجات كتير من غير ما يرتبها، وبعد كده يلاقي نفسه اخر الشهر بيقول هو انا صرفت الفلوس فين. فلا، يلا بينا بقى نبدأ مرحلة التنظيف كده. زي ما انتم شايفين هغسل وانضف اللي محتاج تنظيف، وبعد كده هقسم الكميات على حسب افراد البيت والوجبة اللي انا كمان هعملها. انا ممكن اسيب بعض الكميات متبلة وجاهزة عشان لما اكون مستعجلة او تعبانة ما اقفش يعني محتارة هعمل اكل ايه النهاردة والكلام ده. دي من الحاجات اللي بتوفر وقت ومجهود جدا يعني. وبالنسبة بقى لباقي الشهر، مش كل يوم هنفتح الفريزر ونطلع فراخ. بصوا عايزة اكد عليكم تاني، احنا مش هناكل فراخ كل يوم. هيكون عندنا تنويع، يعني يوم فراخ، يوم كبدة، يوم سجق، يوم لحمة لو الميزانية تسمح، ويوم ممكن نعمل بطاطس او مكرونة او رز وخضار واكلة بسيطة كده. فبصوا طبعا الصيف ما بيحبش الاكل الكتير، بنحب حاجات خفيفة. ممكن نقطع طماطميتين على حتة جبنة قديمة، على مثلا لو هنجيب عنب ناكله جنبها، لو هنجيب مثلا بطيخة ده اذا كان لسه موجود يعني. فالصيف بيحب الاكلات الخفيفة والكلام ده. ممكن نقضي يوم ورنجة مثلا وفسيخ ملوحة الكلام ده، فاهمين قصدي ايه؟ فطبعا احنا مش كل يوم هناكل فراخ، باكد عليكم تاني. لان الهدف مش اننا نثبت ان رقم معين يكفي كل الناس، فاهمين قصدي ايه؟ الهدف ان كل واحده تعرف تدير ميزانيتها على حسب بيتها وعدد افراد اسرتها وامكانياتها. بصراحة أنا مش هقول لكم تاني إن يعني إن الكمية دي هتكفيني الشهر كله 100%. ممكن تكفيني أسبوعين، ممكن أو 3. ممكن مع التوفير والتقسيم وباقي انواع الاكل تكمل معايا الشهر فعلا. ممكن تحصل عزومه فجاه وطلع كل اللي في الفريزر. يعني بصوا كل واحد على حسب الظرف اللي هيتحط فيه ساعتها. وده بقى اللي هنشوفه مع بعض. يعني بدل ما نقعد بقى نتخانق تكفي يومين ولا شهر، خلونا نجرب ونشوف، مش هنخسر حاجه. انتي مش هتخسري حاجه فعلا لما تجربي وتشوفي هي هتقعد معاكي قد ايه. بص بقى، طولت عليكم في الكلام. انا بقى غسلت الفراخ كلها كده غسله محترمه، وبصراحه حبيت اغسلها كلها مره واحده علشان تريحني في الفريزر. وده يعني اللي عملته، حسبته ولقيته. لان انا فعلا يعني انا فعلا الايام دي تعبانه، فبطلع الحاجه يا دوبك تفك واسوي قصدي الاكل على طول. مش لسه بقى ايه هقف انضف والكلام ده. فالحمد لله لما نضفت الفراخ كنت يعني لسه في بدايه التعب، اللي هو مش تعبانه قوي. بص بقى هنبدا بقى ايه نقسمها مع بعض كده. وزي ما قلت لكم ولا لا ما قلتلكوش، اقول لكم الاسعار ولا ما اقولكوش؟ انا فعلا جايبه الكميه دي كلها ب 390 جنيه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم عشان انا بجيبها من المجزر زي ما قلت لكم في اول الفيديو. عندنا في المجزر الاجنحه ب 35، بره في المحلات هنا ب 60 وب 70. عندنا كمان الوراك في المجزر اللهم صل على النبي عاملة 60 جنيه، والدبابيس الكيلو عامل 70. طبعا هتجيبي الكمية اللي هتناسبك. في المحلات تقريبا عشان ممكن ما يكونش يعني حد عارف فين المجزر ده، بس في الغالب الناس اللي ساكنة في المرجع عارفينه يعني. لو حد من بره او كده فتقريبا الدبابيس ممكن تكون عاملة 90. الوراك ممكن تكون عاملة مثلا 75 ولا حاجة. عندنا زي ما قلت لكم ب60. فطبعا كل واحد هيجيب اللي هيكفيه. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي بقى توقعاتكم في الكومنتات. يعني الكمية دي فعلا هتكفيني قد ايه؟ اسبوع، اسبوعين، 3؟ والله هقدر اكمل بيها الشهر مع الكبدة والسجق واللحمة والايام الاقتصادية. اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات. وزي ما قلت لكم انا جبت كيلو الاجنحة ب35، يعني ال3 كيلو عملوا لي 105. وبصراحة الاجنحة عندنا بتدخل في اكتر من اكلة، ممكن تتعمل يعني باكتر من طريقة. فطبعا الفيديوهات الجاية لو قدرت ان انا اصور معاكم الاكلات وكده هصورها معاكم.
وجبت كمان 3 كيلو من الوراك، الكيلو عامل 60، يعني 3 كيلو عاملين 180. عايزه اقول لكم ما كنتش بحب اقول فكره الكميات وكده، علشان طبعا كل واحده على حسب امكانياتها، بس دخلت واحده من متابعين القمر وقالت لي قولي لنا الكميه اللي انت جبتيها قد ايه، فعشان كده بقيت اقول لكم الكميه. الوراك بقى انا ممكن اقسمها على كذا وجبه، مش لازم تتعمل طبعا كلها مره واحده، عشان زي ما قلت لكم كل واحد على حسب الاكله اللي هو بيعملها، وعلى حسب كمان الكميه اللي هو بياكلها، يعني هو واسرته. فجبت بقى كمان كيلو ونص من الدبابيس، الكيلو عامل 70 جنيه، يعني كيلو ونص عملولي 105. ودي بقى بحب اقسمها على وجبات، خصوصا انها عملية وسهلة في التسوية. تعالوا بقى نحسبها سوا. 105 أجنحة، 180 وراك، 105 كمان دبابيس، يعني الإجمالي حوالي 390 جنيه بالظبط. يعني أنا جبت كمية فراخ كويسة ب390 جنيه، وهبدأ بقى أقسمها وأرتبها إيه في الفريزر زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى نرجع للتعليق اللي بدأنا بيه في أول الفيديو. هل ال390 جنيه دول هيخلوني أكل فراخ كل يوم لمدة شهر؟ لا طبعا. لكن هل دي بقى كمية ممكن تكفيني أسبوعين أو 3؟ وارد جدا. ومع باقي الشهر بقى لما أدخل كبدة وسجق ولحمة وأيام أعمل فيها أكلات اقتصادية، ممكن جدا الفراخ دي تساعدني أكمل بيها الشهر. وعشان كده أنا بحب فكرة الميزانية، مش إنك تشتري نوع واحد في الأكل وتخلصي كل فلوسك عليه، لكن إنك توزعي فلوسك على الشهر كله. دلوقتي بقى عايزة توقعاتكم بصراحة. 3 كيلو أجنحة و3 كيلو وراك وكيلو ونص دبابيس، يعني 7 كيلو ونص من الفراخ ب390 جنيه، تفتكروا هيكفونا قد ايه؟ هستنى كلامكم القمر في الكومنتات، وأتمنى محدش يعني يكتب لي تعليق سلبي تاني، عشان انا طلعت الفيديو ده ووضحت لكم يعني كل اللي انتوا فاهمينه غلط يعني. قولوا لي بقى هتكفوني، يعني هيكفوني قد ايه؟ اسبوع ولا اسبوعين، 3 اسابيع، ولا مع باقي اللحوم والاكلات اللي نقدر نكمل بيها الشهر ممكن يكفوني بقية الشهر كله؟ ما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات، ونشوف بقى اخر الشهر مين كان توقعه صح. ما تنسوش كمان اللايك والاشتراك لو بتحبوا فيديوهات الميزانيات والمشتريات. استنوا بقى الفيديوهات الجاية عشان هنكمل الميزانية مع بعض خطوة بخطوة. وكمان ما تنسوش تدعوا لبابا بالرحمة والمغفرة، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى محدش يزعل من الرد بتاعي، وكمان اتمنى الفيديو ده يعجبكم، وشوفوا الفيديوهات الجاية تعجبكم اكتر واكتر باذن الله. كمان عايزة افكركم بالفيديو بتاع مشروعنا الجديد، هتلاقوه حالا دلوقتي هيظهر لكم في اخر الفيديو، وكمان فيديو جولة المدارس. يلا مع السلامة.